أسباب خسارة نادي الزمالك من نادي الأهلي في السوبر المصري. بجد هي الأسباب كتير جدا، يعني طبعا الأسباب كتير جدا. ونادي الزمالك بصراحة يعني ما يستحقش التعادل حتى. هتقول لي ليه ما يستحقش التعادل؟ هقول لك دلوقتي. الزمالك طبعا يعني عنده مشاكل كتير جدا بصراحة يعني. تمام. انا شايف ان احمد عبد الرؤوف لعب كويس جدا قدام بيراميدز. كلنا متفقين على كده ان لعبت قدام بيراميدز كويس جدا، ممتاز، يعني احسن ماتش لاحمد عبد الرؤوف في تاريخه كله. ماتش بيراميدز ده بجد كان ماتش جميل جدا، هايل جدا. اللعيبه كلها كانت حته واحده. انا نفسي اعرف، بس نفسي اعرف ليه نادي الزمالك، ليه احمد عبد الرؤوف ما لعبش بنفس الطريقه اللي لعب بيها قدام بيراميدز؟ ده سؤال. يعني ليه ما لعبتش بنفس الطريقه اللي لعبت بيها قدام نادي بيراميدز، قدام الاهلي؟ بصراحه يعني اخطاء في التشكيل بصراحه كانت فادحه لاحمد عبد الرؤوف بصراحه، بامانه. ماتش بيراميدز كان ممتاز، ماتش الاهلي مش عارف ايه اللي جرى. يعني بجد لا، لعب قدام بيراميدز حلو، محدش يقدر يقول غير كده. يبقى عبيط بقى اللي بيقول غير كده، يبقى ما بيفهمش كوره. ليه ما لعبش بنفس الاسلوب قدام بيراميدز، في حين ان بيراميدز هي يعني مستواها زي الاهلي بالظبط؟ يعني نفس السكواد هنا قوي، السكواد هنا قوي. يعني انت مثلا بتلعبش مثلا بتروجيت وبعدين لعبت مثلا اهلي، لا انت لعبت هنا كويس، كنت المفروض تكمل على الطريقه دي. يعني انا شايف ان هو كان المفروض احمد عبد الرؤوف يكمل بالطريقه اللي هو لعب بيها قدام بيراميدز، سهله اهي. ما تألفش. اللي حصل بقى ان هو ألف، اللي حصل ان هو جود زي ما بيقولوا. يعني لو ما كنتش ألفت كنت على الاقل ممكن هتخرج بالتعادل اللي انت عايزه، اللي انت كنت عايزه. هو خلينا نكون صراحه، هو كان نازل عايز يتعادل، فانت كنت هتلعب على التعادل مرتاح جدا. فانا شايف ان هو لا، كان المفروض يلعب بنفس اسلوب بيراميدز. لعبت على قد امكانياتك يا باشا، لعبت السهل، اللعيبه كانت مرتاحه، كسبت. لكن انت بصراحه انت ارهقت اللعيبه، بامانه. ارهق احمد عبد الرؤوف، ارهق لعيبه نادي الزمالك. يعني انا كنت شايف اللعيبه تايهه، غير ماتش بيراميدز خالص. ماتش بيراميدز كان كله حته واحده، كلنا نهاجم كلنا ندافع، كلنا نهاجم كلنا ندافع. فكانت الفرقه كانت حته واحده. وكنت تحس في ماتش بيراميدز الخطوط كلها متقاربه، اللعيبه كلها مع بعض. لعيب مثلا بيروح هناك بيهاجم من لعيبه بيراميدز، تلاقي كله بيهجم عليه، كلنا بنهجم عليه. لعيب بيروح هناك بيروح في اقصى اليمين، كله بيروح يهجم عليه برضه، ما كانش فيه مساحات خالص. ليه ما عملتش كده في ماتش الاهلي؟ بصراحه ما اعرفش ليه ما عملش كده. ده بالنسبه يعني الماتش بيراميدز. ماتش بقى الاهلي بصراحه لعب سيء جدا، سيء جدا. نزل بتشكيل وحش، نزلت يا كابتن بتشكيل زباله، ما تزعلوش مني. نزل بتشكيل وحش قوي، نزلت بتشكيل وحش قوي، نزلت بتشكيل وحش قوي. اولا المفروض كنت محمد صبحي، يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده، هو اول واحد ينزل. محمد صبحي رجليه في الملعب، بيلعب على طول. كان المفروض محمد صبحي هو اللي يبدأ بيه بصراحة. انا شايف كده، وقلت لكم في الفيديو اللي فات كده، محمد صبحي ينزل. يعني محمد صبحي كان ينزل بدل محمد عواد. وسيف فاروق جعفر برضو ما ينفعش برضو ان هو كان يبدأ بيه. يعني ما ينفعش يبدأ بيه سيف فاروق جعفر، ما كانش كويس خالص بصراحة. كان ممكن ينزل احمد ربيع. واخطاء برضو تانية، كان المفروض برضو بزيرة ينزل. واخطاء بقى كتير جدا بصراحة. يعني انا شايف لا، اخطاء كتير جدا في نادي الزمالك، عشان كان ينزل بالتعادل، يلعب على التعادل اللي هو عايزه. يعني انت كنت عايز تتعادل، فكان المفروض يلعب بالاسلوب الدفاعي بتاعه، وما ما يروحش في الهجوم كتير،
ويطلع بالتعادل ويلعب بقى ايه على ضربات الجزاء زي ما هو ما كان عايز. بس انا شايف هي دي الاسباب لخسارة نادي الزمالك من الاهلي. وطبعا نادي الزمالك يعني في حدود امكانياته، يعني لعب يعني في حدود الامكانيات، وفي حدود برضو التشكيل الخاطئ اللي نزل بيه كابتن احمد عبد الرؤوف. يعني بالنسبه للتشكيل اللي هو نزل بيه، دي نتيجه كويسه جدا لنادي الزمالك. بس كده، ده كان كل الكلام عن اسباب خساره نادي الزمالك، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.